يعتمد بقى. ممكن يكون فك البلوك عشان مثلا انتوا كنتوا متخانقين مع بعض واتخانقتوا كده خناقه عابره وراح فاكك البلوك عشان خاطر كرامته مش سامحه. ممكن يفك البلوك عشان مش عايز يستثمر في علاقته بيكي اي حاجه، بيفك البلوك يقول لها ايه؟ عشان احيرك، عشان تكلميني، بدل ما هو يروح يكلمك ويقول لك انا لسه بحبك، انا لسه عايزك. لا، بينفض خالص وبيعتبر ان انتي اللي هتكلميه عشان هو هرشك وعارفك كويس قوي وواضح هنا ان كلامه صح. لو فك البلوك ده بعد مثلا ما سبتوا بعض بفتره، ممكن يكون بيحن شويه وعايز يشوف اذا انت ممكن تكلميه ولا لا. ممكن يكون فك البلوك غصب عنه مش قصده. ممكن حاجات كتير قوي، يتوقف على هو ليه اصلا عمل لك بلوك. اوعي بعد ما سبتي واحد وبدأتي مرحله التعافي تسمحي له انه يكون بهذه الانانيه ويرجعك تاني. قلت مليون مرة وجود الست في حياة الراجل شيء مهم، وجودها ببلاش، وجودها كصديقة، وجودها كحبيبة، وجودها كواحدة بصاله بإعجاب، وجودها كواحدة ماشية قدامه في الشارع، وجودها كرقم تليفون على موبايله. الرجالة فيهم حاجة خليني أشرح لكم سيكولوجيتها. الراجل بيحس بنفسه قوي وبيتبسط قوي بعدد البنات اللي حواليه غير الست. الست مش هيفرق معاها عدد الرجالة اللي حواليها خالص، اللي بيفرق معاها الكواليتي. الست تقولك وانا هيفرق معايا في ايه لما يبقى حواليا او بعرف 10 رجالة بس مفيش واحد منهم عايزني، مفيش واحد منهم بيتقدم لي، مفيش واحد منهم بيحبني. بالنسبة لها عديمين القيمة. الست ما بتقعدش في وسط صحباتها البنات تقول والله أنا أعرف 5 رجالة، بالعكس ده هي ممكن ما تقولش ده مستحية. لكن الراجل أنا كلمت فلانة وقعدت مع فلانة، شفت فلانة اللي محدش بيعرف يكلمها، أنا بقى قدرت يا عم أكلمها. ففي فرق كبير قوي بين طبيعة الراجل وطبيعة المرأة، ولذلك الست بتحكم على مشاعر الراجل وكأنها زي مشاعرها. لما بتحس انه رجع يقول لها خلينا اصحاب، بتفتكر خلينا اصحاب لحين اشعار اخر. بتفتكر انه مادام عايزها في حياته يبقى مش قادر يستغنى عنها، يبقى بيحبها. بس الحقيقة مش كده. الحقيقة ان لو هو بيحبك مش هيقدر يبقى صاحبك. الحقيقة ان لو انت بتأثري فيه وهتأثري على تعافيه وهيتوجع لما يشوفك، مش هيبقى قادر كل شوية يشوفك. ففكرة نبقى أصحاب دي فكرة أنانية جدا من طرفه، لكنها فكرة للأسف ممكن البنات تنفذها لمجرد ان هم مستنيين ان الصحوبية دي تقلب تاني زي زمان. اوعي توجعي نفسك. انت خلاص بدأتي مرحلة التعافي وعديتي اسبوعين، لما يجي يقول لك خلينا اصحاب قريبين قولي له لا اسف، اصل انا بحب نفسي شويتين، اصل انا ما بحبش ابقى موجودة في حياة الرجالة. الراجل الوحيد اللي انا هبقى موجودة في حياته هو الراجل اللي بيحبني وبحبه وهتجوزه. لكن ابقى موجودة كده كرقم في الفون بوك بتاعك او كرقم كده متعدى عليك، لا اسف. من اكتر الحاجات التي تميز المرأة العربية انها بتتكسف تعرف العلاقة دي راح على فين. يعني مكسوفة تقولي له انت ما كلمتش ابويا ليه بالكم مع بعض سنة؟ لا حبيبي تعالى لي هنا، العلاقة دي بقى رايحة على فين؟ الله يا مش عارف وعندي ظروف وانا ما بقولكش انت عندك ايه، انا بسألك سؤال محدد، العلاقة دي رايحة على فين؟ قول لي اوافق ام ارفض. والله هو هنا معظم الرجالة بتميل الى المراوغة. لو هو مش عايزك فعلا يميل الى المراوغة، يقولك ايه؟ اصل انا مش عارف، اصل انا مش مستعد، اصل احنا في حاجات بينا مش متفاهمين فيها. تقولي له ايه بقى؟ تقولي له كويس، ردك وصلني حبيبي، وتروحي البيت ولا كأنه كان موجود في حياتك. اما اذا قالك بقى ده احتمال تاني، ان هو ممكن يروح يقولك انا ناوي معاكي جد، قولي له ايوه امتى؟ اديني وقت، حضرتك قلت هتكلم بابا. ممكن سيادتك تقولي امتى؟
قدامك مهله قد ايه؟ اقول لك اكلمه بعد 3 شهور مثلا. قولي له خلاص جميل، خلال ال3 شهور دول بقى ايه البلان بتاعتك عشان تكلمه؟ هل مثلا هو بيقدم في شغل تاني؟ هل هو بيفكر يقنع اهله؟ هل هو خلال ال3 شهور دول مثلا هيوطد علاقته بيكي اكتر؟ هل هو هيجمع شويه فلوس عشان خاطر يعرف يخش بيتكم؟ هيعمل ايه؟ المهله اللي هو مديها لك دي ومسوفك بيها دي هيعمل فيها ايه؟ فاساليه هتكلم بابا امتى؟ ولو قال لك امتى قولي له يبقى قولي بقى انت من هنا لامتى ده ناوي تعمل ايه؟ لان لو جاء امتى وانت ما تقدمتليش يبقى انت مالكش كلمه، وفي الحاله دي انا ما اقدرش ارتبط براجل مالوش كلمه. في فرق كبير بين مقتنعه بيه وبين مرتبطه بيه وبين عندي مشاعر ليه وبين بحب. انت عندك هنا مشكلتين. اول مشكله ان انت مش محدده، يعني انت محتاجه تعرفي ايه اللي يهمك في الراجل وايه اللي مستحيل تقبليه. ده اكسرسايز انت محتاجه تعمليه مع نفسك وهيجاوب لك على حاجات كتير قوي، عشان اول ما تيجي الصفه دي قدامك تفتكري المعادله اللي انت عملتيها. تاني حاجه انت محتاجه تعرفيها ان الشخص اللي قدامك بيتاخد كباكج. الشخص اللي فيه حاجه عجباكي من بره قيميه ككل، ما تقيميهوش كصفه، وساعتها تعرفي كويس قوي اذا كنت الراجل اللي معاكي ده بتحبيه ولا بتتصيدي له الاخطاء عشان خاطر انت مقتنعه بيه عقليا لكن المشاعر لسه مش متحركه كفايه.